خلونا نرجع شوية بالزمن. في الستينات فيليب موريس قالوا ان الستات اللي بيدخنوا بيجيبوا اطفال وزنهم اقل لكن صحتهم كويسة، ودي كانت كدبة وقتها خدعت ناس كتير ونجحت دعاية الشركة. لكن في الحقيقة الابحاث اكدت ان التدخين بيضر الام وبيضر الجنين. دلوقتي نفس الشركات بتكرر نفس الكدبة لكن بتسويق مختلف وادوات جديدة زي الفيب. بيقولك بقى ايه؟ ان في مرض اسمه بوب كورن لونج او رئة الفشار، ظهر لأول مرة في الستينات بين عمال مصانع فشار الميكروويف. المادة المسؤولة عن المرض اسمها دايستايل، ويا رب أكون بنطقها صح، وبتكون موجودة في بعض نكهات الفيب. قصة البنت اللي عندها 17 سنة واللي دخلت المستشفى بسبب المرض ده واتشهرت مؤخرا جدا، لكن في الواقع تم تسجيل حالات قبل كده بس محدش اتكلم عنها، والسبب ان الموضوع مرتبط بمصالح ضخمة لشركات التبغ واللي بتحاول تخلي الفيب أأمن أكتر مما هو عليه. بس شركات التبغ مش فارق معاها تبيع سجاير تقليدية أو فيب، المهم إنك تبقى مدمن نيكوتين وبتستهدف الأطفال والمراهقين عشان يبقوا زباين عندها مدى الحياة.